السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نخش على الفيديو متنسوش تصلوا على النبي وتحطوا اللايك الحلو منكم كده وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا اي فيديو جديد. طبعا زي ما انتم شايفين كده السما واجواءها، نبتدي طبعا يومنا بيها. وبس كده، تعالوا بقى يلا بينا نشوف احنا داخلين على المطبخ هنعمل ايه. اول حاجة هنعملها وهي حلة كرنب تستاهل بقكم. طبعا يلا بينا نخش، يلا نخش هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده. فضلنا نحشي شوية وبعد كده جبنا لكم المحشي الجميل جدا كده. الحلة معانا ومعانا الرز ومعانا ايه بقى، ومعانا الكرنب برضو سلقناه وجبناه بعد ما خلصنا. وهنا بقى ايه الرز، صلصة ورز وأي خضرة بقى عندك وبس كده. وعملت الرز وشوية توابلك بقى كده وحبشتناتك. وهنا بقى الكرنب بعد ما خلصنا كان بصراحة شكله جميل جدا. والله يا جماعة طعمه كان حلو قوي. بصوا، كان شكله حلو وطعمه أحلى. يلا بقى مين هيشجع كده ويقوم يعمله زيي؟ تاني حاجة ايه هي بقى؟ يلا بينا نروح ندعك البوتاجاز عشان مش نضيف، علشان لما نسوي المحشي يبقى ايه. وهنا بقى غسلنا البوتاجاز حلو كده عشان ايه يبقى يعني لما نيجي تحط عليه الاكل يبقى شكله حلو، يفتح نفسك على الاكل يعني كده، يفتح نفسك على الشغل. لازم تبقى كل حاجة منظمة ومغسولة ونضيفة علشان يبقى تحس بنظافة الشقة كده. فهنا بقى هنغسله ونحك عيونه، لو فيها وساخة هنحكها حلو كده. وكده هي سلكية ناعمة ت... ت... لا موجودة ثانية واحدة، هتتعكي بيها. وبعدين هتجيبي أي قماشة مبلولة تعصريها وتمسحي بقى كده زي ما انتوا شايفين. ونمسح برضو الوش، احنا غسلنا الوش عشان بيبقى فيه زيوت، فطبيعي انك تغسليه عشان يبقى حلو. هنا بقى بالقماشة الناشفة وتمسحي بقى. همسح بقى حلو عشان يبقى ناشف وهو ما يبص خالص. هتحطي بقى كده ايه العيون بتاعته. حطيت انا العيون وحطيت بقى الحاجات اللي هي من فوق دي وحطيت سلوكه. ويلا بينا نروح نشوف المحشي وهو على النار. وبس كده يكون خلصنا البوتاجاز. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده المحشي ملهلب والمية فيه ايه. وهنا بقى بنحط الطبق ده عادي جدا عشان التسوية. وهنا بقى يلا بينا نخش ايه. رحت غيرت طبعا عشان اتبهدلتي طبيعي من اتبهدلتي من المحشي. فهنا طبعا زي ما انتوا شايفين الصالون يضرب يقلب. فيلا بينا انا وانتوا نروح ايه نعمل الصالون مع بعض. يلا بينا يلا بينا. هنا بقى هنخش على الصالون على طول وهنعمل الكرسي هنفرشه حلو خالص. وهنا احمد بقى كان بيسلم عليكم، بيقول لكم حطوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا اي فيديو جديد. زي ما انتوا شايفين كده انا في حاجات هشيلها وفي حاجات هتتركب. فطبعا اللي هيتشال هيتشال واللي هيتركب هيتركب. هنا بقى كان في كرسي هيتركب وفي حاجات هتتشال فشلت شوية حاجات. وهنا بحبكم قوي يا جماعة. وهنا بقى هشيل ده برضو، هشيل دي عشان هيتخصم بقى عشان العيد. كل سنة وانتم طيبين. وقولوا لي بقى مين بيسوق زي كده ايه العشرة بتوع ذو الحجة. وبرضو اقول لكم تاني كل سنة وانتم طيبين. هنا بقى هشيل الشلتة، هشيل يعني كيس الشلتة عشان يبقى حلو كده. ويلا كده بقى خليكي نشيطة مش كسولة. ويلا قومي ساعدي مامتك كده في شغل البيت وفي كل حاجة. خليكي شطورة يعني خليكي كده بتعرفي تعملي كل حاجة. لما تكبري بتروحي بيتك هتعملي ازاي في بيتك. قومي وتعلمي واطبخي واغسلي. يلا كده خليكي شطورة. انا بقى كنت بكلم احمد من ورا الكاميرا. آه
واحمد جه كنت بعمل فيه مقلب ان ايه انا ده اتقطعت بس مقلب فاكس، وهو للاسف عرفه قلت مقلب بقى تعيين رخم. يلا بينا بقى نكمل الحاجات بتاعة الصالون. هشيل برضو المخدة دي كده وكده. عملت في احمد مقلبين، اللي فاكره بيقول لي في الكومنتات، وهو برضه في مقلب دخل عليه، لكن المقلب ده ما دخلش صراحة. بس اللي فاكر المقلب اللي فات او المقلبين يقول لي في الكومنتات ايه هما المقلبين. انا بقى هشيل الكيس المخدات كده حلو. كل ما دي ولا راضي يساعدني ولا يعمل معايا حاجه، اقول له يا ابني يلا، يقول لي لا انا مش قادر اقوم، روح اعمل انتي. اقول له طيب خلاص ماشي. انتظروا بقى شويه قريب كده فحم. هنا بقى هشيل الكيس حلو كويس جدا. هنا الستاره باظت بس أنا ما خدتش بالي بيها باين كده. هنا بقى كنت رايحه اخوف احمد، بس للاسف احمد ما كانش سامعني. فانا ايه اللي عملته بقى؟ شلتها، فللاسف ما دخلش عليه المقلب. شوفوا، حطيته عليه وقلت له خش دخله جوه بقى يتخسر. وهو رايح جاي بيقول لي هوديه فين هوديه فين. قلت له يا ابني دخله جوه لاختك او مامتك، هي عارفين هيعملوا ايه يعني فيه. بس كده. انا بقى بشيل الحاجات كده. وهنا بقى ايه، يلا بينا غسلنا الحاجات وده تاني يوم. يلا بينا بقى نروح على الصالون عشان نفرشه. هنا بقى احمد اللي عمله، جه نطني على الصالون. قال ايه بيسلم عليكم؟ اقول له يا ابني هو في حد بيسلم عليهم؟ ينط على الكرسي يقوم يلا يا ابني عايزين ننضف ونروح. فضلت انفض واعمل وهو ولا راضي يقوم. رحت جيت لكم بقى نقعد شويه مع بعض، فقلت له يلا يا ابني قوم بقى، وهو ولا هنا. قال له يا ابني قوم بقى عايزين نعمل الحاجات، عايزين نشتغل. فهو ولا عايز يقوم. ففضلنا نتخانق، ومع خناق وخناق والجدال قام برضو. بس برضو فضلنا نتخانق زي ما انتوا شايفين كده. شايفين يا احمد يا جماعه احمد بيعمل فيا ايه يا جماعه؟ ولا هو انا بعد ما انا قلت لكم كده بقى قال لي ايه؟ قال لكم ايه؟ قال لكم شفتوا يا جماعه عشان بتعمل فيا ايه؟ قال لي يا ابني يوم بقى مش ناقصاك، ولا ده شغل كتير، الشقه كبيره وهو ولا هنا. يقول لي يومي بقى ويزقني، اقعد هنا يقومني هنا يقومني، يقول لي يومي بقى مش ناقصك. اقول له يا ابني انا مش ناقصاك، يلا عايز اشتغل. وهو ولا هو هنا. طبعا زي ما انتوا شايفين كده فضلت قاعدة وبسايسه، والواد ولا هو هنا. بعد برضه زي ما قلتلكم جدال وجدال، وهو هنا كنت بيلعب دماغ أوصل لايقه. وفعلا هو اللي كسب، بس برضه قومت واحنا عايزين نعمل. هنا قفلت بقى ايه، قفلت الشباك بالبتاع اللي هو بيتحط عليه ده، مش فاكرة اسمه، اللي عارف اسمه يقولي في الكومنتات. وهنا بقى هنفض حلو الكنبة علشان هنفرشها. هنفرشها بقى عشان العيد وكده يعني. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده هفرشها حلو علشان تبقى مظبوطة في الحاجات. هنا كان في حد ايوه بيساعدني من ورا الكاميرا عشان مكنتش هعرف اعملها لوحدي. هنا بقى بصوا زي ما انتوا شايفين كده ظبطتها من الناحية دي والناحية التانية برضه. هوريها لكم دلوقتي ثانية واحدة. بصوا كده كده خلاص. انا تعبت والله، والله تعبت. هنا بقى خلصت، وايه اللي هيحصل؟ يلا بينا نفرش الكرسي. هجيب بقى الشلتة كده واحط عليها الحتة الصفرة دي، ماما هي يعني عاملاها. فايه يعني بنحطها بتدي منظر حلو اوي وشيك. فهنا بقى زي ما انتوا شايفين هعمل دي كده زي ما انتوا شايفين. هحط بس كده. ودي بقى برضو لبستها يعني في الكيس بتاعها المخدة وحطيتها كده وبقت قشطة. يلا بينا بقى نروح على البلكونة. هخطط كده ويلا على الحيطان. يلا 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 ادعكي كده، ورينا نظافتك وشطارتك في الغسيل، وورينا بقى مين ست البيت الشاطرة بجد. وطلعي لنا بقى الروايح كده الحلوة. خليكي شاطرة يا بنت ولهلوبة. مفيش اسهل من الست الشاطرة واللهلوبة الاتنين. هدعك بقى هنا الحيطان كده علشان الوساخة او الحاجات تطلع، عشان دي البلكونة فطبيعي ان هي تكون متربة. ورش بقى كده ودي والريح يودي. هرش بقى حلو كده المية علشان انزل كل القمر.
طبعا انا عملت ميه باومو، اي مسحوق عندك على شويه اومو، وجبت المشه وحطيتها بقى في الاومو، ويلا بينا ندعك 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 وبس كده. فاسهل من كده؟ قولولي بذمتكم فاسهل من كده؟ لا على فكره. لا بقوله ده. يلا بينا نخش على اللي بعده. هدعك بقى هنا بيبان هدعك بيبان البلكونه حلو كده زي ما انتوا شايفين من فوق لتحت. هجيبها علشان تنضف، عشان برضه البيبان دي بتتأثر قوي بالبلكونة، لان هي بتكون لجوه فبتتأثر. وبس كده هرش بقى وخلصت البلكونة، وبعدين نروح نفرش الحاجات التانية علشان ما تتبهدلش. ويلا بينا نروح على الصالون. هنا بقى ايه اللي هعمله؟ هجيب بقى قماش هغسلها برضه في مية بتوني بأي حاجة عندك. لو عايزة كده يعني، لو مش عايزة كده اغسليها وهاتيها وخلاص بس. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين كده انا همسح ترابيزة السفرة علشان نفرشها علشان العيد والروحانيات دي. والله يا جماعة بتبقى ليها اجواء تانية. احنا كمان عندنا العيد بيبقى حلو قوي، وبالذات بقى في رمضان بيبقوا عاملين شوية حاجات كده حلوين قوي. في العيد برضو بتاع عيد الفطر برضو بيبقى حلو قوي، وعيد الاضحى والله اجمل. وهنا بقى هحط الحاجات، الازاز، الستانلس، اي حاجه عندك بقى انت بتحطيها على السفره حطي. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين كده الحاجات كلها مبهدله. فرشت السجاده، ويلا بينا هنفرش الحفصه معاكم. يلا بينا. ادي فيشيها بقى كده بالطرف ده والطرف ده وتعملي. وانت على احمد تقولي ابني تعالى ساعدني بقى شويه، ده احنا بنفرش حتى احس بالروحانيات ولا هو هنا. بس برضو خليته يجي ويعمل. هي دي على المفرشين الاحمر النبيتي يعني والابيض. وكده بعد ما خلصنا الصالون وكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. وانتوا لسه معايا لحد اخر الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك والسبسكرايب عشان يوصلكوا اي فيديو جديد. وطبعا لازم ننهي باجواء السما الجميله دي علشان تفتكروني. وكده بقى انتوا وبس كده. ويا رب يكون الفيديو بتاعنا ما كانش تقيل عليكم، بس انا حسيت ان انا طولت عليكم. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص، والوقت اقول لكم مع السلامة. مع السلامة، باي باي، وانتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله. ولو حتى عنده افكار يكتبوا في الكومنتات. والوقت اقول لكم سلام. يلا باي باي.